شنو تبدل في الإعلام العمومي حتى ولا كيعطي الكلمة للشباب؟ واش حرية حقيقية ولا حرية تحت المراقبة؟ واش اللي كيهضر اليوم بحرية غادي يقدر يهضر غدا بنفس الشكل؟ أخنوش رمز الاقتصاد والفلاحة والطاقة، واش المحاسبة عنده غادي تكون في المحكمة ولا غير في الإقالة؟ الثمن ديال البوطة واش غيبقى هو ولا حتى المرة الانتخابات ملي استقر الوضع عادي يرتفع؟ شكون كيتحكم في ايقاع الاخبار في المواضيع وفي الراي العام؟ واش كاين مشروع حقيقي للاصلاح ولا مشروع للتحكم في الاصلاح؟ واش السماح بالاحتجاج دليل على الانفتاح ولا وسيله لامتصاص الغضب؟ واش فعلا الصحفي حر في اختيار السؤال ولا كاين ورقه مكتوبه مسبقا؟ اول رد كان بالعنف، من بعد ولات الليونه. شكون عطى الاشاره للتغيير؟ علاش المطالب كتوقف غير في التعليم والصحه وما كتوصلش للملفات اللي فعلا كتغير البلاد؟ البرامج الجديده اللي فيها الوزراء والشباب واش حوار حقيقي؟ علاش الوجوه كيتبدلوا والواقع كيبقى هو؟ علاش المعارضه كتقدر تهضر بقوه في المداخلات وما كتقدرش دير لجنه تحقيق رسميه كيف ما سموها لجنه تقصي الحقائق؟ علاش نفس الاخطاء كتعاود ديرها كل حكومه؟ تخيل التعليم العمومي ولا بحال الخاص، واش غادي تهز ولادك من الخاص تديه العمومي؟ نفس السؤال المستشفى، واش غادي تمشي للخاص ولا تمشي للعمومي؟ واش التعليم اليوم كيبني العقول ولا كيبني الخضوع؟ علاش البيئة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية الحالية كتقلل فرص ظهور جيل كبير من المفكرين والمخترعين؟ كتب لي رأيك وقول لي بصراحة، واش كنعيشوا مرحلة التغيير ولا غير كندوروا في حلقة فارغة؟